فؤاد الزواني يسعى لتنفيذ التماس. هتكون هنا ساقطة داخل منطقة الجزاء. نعم، هنا ترفع داخل المنطقة. نعم، هنا يأتي دورك يا الزابري. عاد إليكم من جديد ليقول نعم، لن نتنازل عن الانتصار، لن نتنازل عن الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هكذا هو التحدي بالفعل. الزابري يتحدى الدفاعات الأمريكية، الزابري يتحدى الدفاعات الأمريكية ويقول أنا حاضر. نعم، سأكون الجول يتوفى في هذه البطولة. ماذا هناك؟ يبدو بأن بطاقة خضراء قادمة من المدرب الأمريكي في هذه اللحظات. هذا الصورة في كرة الجول. ياسر الزابري يغارض الكل، يفاجئ الكل ليصنع التقدم مرة أخرى في الدقيقة 67. في الدقيقة 67 هذه الصورة، هذه الإعادة في كرة. نعم، في كرة. نعم، سجل من خلال الجول. اللقطة سليمة. على ماذا يحتج؟ على ماذا يناقش في لقطة؟ نعم، كان فيها الأسبقية لياسر الزابري. هدف صحيح 100% وليس فقط 100%، بل 10000%. هدف سليم. ياسر الزابري يغالط المدافع هنا بالنيران، النيران الصديقة، ولكن الزابري كان بطل فيها. إذا 2-1 النتيجة تتغير مشاهدي الكرام. من غير الزابري مصدر الفرحة ومصدر نعم شباك أمريكية تهتز في الدقيقة 66. ماذا هناك؟ لحظات يسيطر فيها الترقم من جديد والحكم نعم يقر مشروعية الجول. على ماذا يحتاج؟ هذا جول سليم لإعادة. نعم، وضحت كل شيء. صورة على الإصرار وصورة للتحدي وصورة لهداف مستقبل على مستوى خط هجوم المنتخب المغربي. حكم يرجع، لا زال مصر المدرب، لا زال مصر. الحكم هو قال له لقطة عادية، أنا كنت قريب وشفتها بعيني، حتى حد ما قال لي شفتها بعيني وتموضعي يسمح لي أن يقول هدف صحيح. لكن رغم ذلك إصرار المدرب هو من حقه، يعني عنده البطاقة الخضراء، قال له تعالى، قال له شوفها، قال له ركز فيها، ممكن فيها خطأ، ولكن الإعادة وضحت أن اللقطة سليمة والجول صحيح. هذه الإعادة مرة أخرى، هنا كل شيء